تخيلوا كده اصحابي بنت صغيرة في مرحلة الثانوي كانت ملكة الجمال ودايما بتدافع عن طالب تخين وقبيح وبيتعرض للتنمر دايما، ولكن للأسف بيتبدل بيها الحال، ولما بتكبر بتتحول لبنت قبيحة وفاشلة في شغلها كمان، ومفيش راجل بيحب يقرب منها ولا حد بيعجب بيها نهائي، والولد التخين اللي كان بيعشقها بيتحول لأجمل وأغنى شاب في المدينة. فركزوا بقى كده واسمعوا الحكاية النهاردة للآخر علشان هي جميلة جدا ورومانسية برضو جدا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة علشان عيلتنا تكبر عن كده. بتبدأ حكاية النهاردة ببنت اسمها يوجين، وهي شغالة في مطعم وبتكلمها هاري صاحبتها وتبقى شركتها في السكن برضو، واللي بتكون زعلانة منها علشان اتأخرت على حفلة عيد ميلادها وبتعرفها تسيب الشغل وتيجي حالا. فبتوعدها يوجين انها تستأذن وهتيجي، وبنلاحظ ان الزباين بيبصوا ليوجين باستحقار وبيبقوا مش عايزينها تقدم لهم المشروبات بتاعتهم، وبيعرفوها تبعت الجرسونة التانية، وده لان شكلها اجمل منها بمراحل، وبيبقى باين على يوجين انها مش زعلانة ولا حاجة وانها متعودة على الكلام ده دايما. وبعد كده بتروح يوجين على عيد ميلاد صاحبتها وبتكون لابسة نفس الهدوم بتاعة الشغل، واول ما بتوصل بتلاقي البنات لابسين فساتين وشكلهم جميل عكسها تماما، والناس بتتصدم من شكلها القبيح وبيبقوا مستغربين ازاي بتكون صاحبة هاري، بالرغم ان هاري بنت جميلة جدا وغنية كمان. ولكن هاري ما بتردش عليهم، وبتقعد يوجين تاكل في الحفلة هي كمان وما بتهتمش لحد. ولكن اول ما بتشوف صاحبتها بتقع في حمام السباحة وبينزل وراها اصحابها الولاد علشان ينقذوها، وفي نفس الوقت يوجين بتجري عليها هي كمان وبتقع هي كمان، ولكن محدش بيكون مهتم بيها ولا حد ساعدها انها تطلع. فبتحس ان الناس بقت قلوبها قاسي وبتحزن على حالها وبتسيب الحفل وبتمشي. وتاني يوم الاتنين بيصحوا وبتكون هاري متضايقة من يوجين جدا لانها مشيت من غير حتى ما تقولها. فبتعرفها يوجين ان جات لها مكالمة مهمة من الشغل في المطعم وكانوا محتاجينها ضروري، وبتعرفها انها تروح تقدم في شركة تانية، وبتبقى خايفة لا تترفض لانها دايما بتترفض في الشركات، وطبعا عشان عارفين انهم بيحبوا البنات يبقى شكلها جميل كده ومنظم، وبتتمنى تتقبل المرة دي خصوصا انها عايزة تحسن دخلها. فبتطمنها يوجين وبتخليها تثق في نفسها، وبتروح يوجين فعلا تقدم على الوظيفة وبتلاقي هناك بنات حلوين جدا، فبتعرف مصيرها من قبل ما تروح. وفي الاخر بترجع على البيت وهي محبطة لانهم رفضوها كالعادة، وبتقول لهاري صاحبتها انها كانت تتمنى لو كانت نفس شكلها وجسمها كان زمانها اشتغلت في شركة كويسة وكانت حياتها هتبقى احلى بكتير. ولما بتفتح يوجين الايميل بتاعها بتلاقي ان زميلها سونغ بعت لها رسائل كتير، فبتضحك يوجين وبتفتكر سونغ لما كان طفل تخين وبيجري وراها وعايز يرتبط بيها، وبيطلب منها في الايميل انه راجع من امريكا وعايز يشوفها ويخرج معاها وانها وحشته جدا. وهاري بتبقى عارفاها هي كمان لانه كان جارها وهو صغير، وفي الطريق بتقول لهاري انها متحمسه انها تشوف سونغ جدا لانه كان حبها الاول وعمرها ما نسيته. وفعلا بتروح على المكان اللي اتفقوا عليه وبتلاقي شاب تخين قاعد، فبتجري عليه وبتسلم عليه لانها كانت مفكره انه صاحبها، ولكن بيطلع مش هو سونغ وبيكون شخص تاني خالص. وبتكلم سونغ في التليفون وبيعرفها انه قدامها، واول ما بتبص بتلاقي الشاب طويل عريض وما فيش اتنين في جماله. وهنا كانت الصدمه ليوجين بسبب تحوله لشاب وسيم بالمنظر ده. وبيعدي سونغ من جنبها وبيروح على بنت جميله بتتكلم هي كمان في الموبايل وبيفكرها انها يوجين، ولكن بيعرف ان مش هي. فساعتها بتستخبى يوجين وبتتحرج انها تبين نفسها قدامه علشان مفكره انه لو شافها وهي كده اكيد مش هيفضل وهيمشي، وبتهرب بسرعه من المكان. وبتفتكر لما كانوا صغيرين كانت بنت جميله جدا عكس سونغ اللي بيكون ساعتها تخين وكل الولاد بتتنمر عليه ما عدا يوجين اللي دايما كانت تدافع عنه وتحميه في المدرسه. وبتروح تحكي لصاحبتها كل حاجه حصلت، وبتعرفها ان سونغ مشي من جنبها ومعرفهاش، وبتجيلها فكره ساعتها ان هاري تروح تقابله على اساس انها هي، وبتبقى مفهمها هتقوله ايه بالظبط. وفعلا بتروح وبتعتذر له على التاخير كانها يوجين يعني. وساعتها سونغ بيقول لها انها لسه جميله
زي ما هي وبياخدها في حضنه وبيفتكروا ذكرياتهم سوا. ويوجين بتكون مراقباهم وشايفة كل حاجة، حتى بتروح وراهم على المطعم اللي بياكلوا فيه، وبيعرفها سونغ انه لسه محتفظ بكل جواباتها والرسائل بتاعتها. فبتفرح يوجين جدا من الكلام ده، وبتفهم هاري تعرفه انها مسافرة علشان هتكمل دراستها في انجلترا. فبيحزن سونغ جدا وبيعرفها انه دايما كان حاسس بالوحدة طول ما هي كانت بعيدة عنه، ولكنه ما بيقدرش يعترض. وبيعرفها انهم هيفضلوا على تواصل، وانه بيسافر بلاد كتيرة جدا بحكم شغله، وبيتمنى انهم يتقابلوا حتى لو صدفة من تاني. وبيمشي وبترجع هاري مع يوجين البيت وبتديلها الهدية اللي سونغ جابها لها. وبتفضل يوجين تفكر طول الليل في سونغ، وبتقرر انها تمسح الرسائل بتاعته وتنساها للابد. وبنيجي تاني يوم اول ما يوجين بتفتح الايميل بتاعها بتتصدم لما بتلاقي نفسها اتقابلت في مجلة كانت مقدمة فيها من فترة، وبتفضل تتنطط من الفرحة هي وهاري. وبتروح اول يوم ليها في الشغل ولسه بتقول يا هادي، قبل ما بتدخل بتخبط في واحد وبيقعوا الاتنين، ولكن يوجين بتحاول تسيطر على اي حاجة ممكن تحصل وتبوظ اليوم. وبتقول لنفسها اهم حاجة انها تركز في الشغل. ولما بتدخل وبتقابل الموظفين بتلاحظ يوجين انهم مستغربين من شكلها، وبتعرفهم يوجين انها شاطرة جدا في الشغل وبتعرف تعمل كل حاجة. فكلهم بيستغلوا حماسها وبيخلوها تعمل كل الشغل اللي عليهم هم حتى لو ما كانش من اختصاصها، وبيضحكوا عليها بكلمتين وبيعرفوها انها موظفة مثالية ومفيش منها اتنين، لحد ما بتلاقي المديرة داخلة عليهم وبتقدم لهم نائب المدير الجديد اللي بيطلع سبحان الله هو سونغ. وهنا كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة ليوجين، وبتستخبى تحت الترابيزة وبتحاول تبعد عن المكان. وبتكلم صاحبتها وبتحكي لها ان سونغ يبقى مديرها في الشركة، فصاحبتها بتعرفها انها تغير الاختصاص بتاعها وتروح حتة تانية، ولكن محدش بيوافق. وبيعرفوها انها لو عايزة تغير الاختصاص يبقى لازم تتكلم مع المديرة. وهنا يوجين بتتثبت في مكانها، وده لان المديرة بتكون انسانة مغرورة وبتتلكك للواحد علشان تطرده زي اي مدير يعني، ما احنا كلنا عارفين. فبترجع للاختصاص بتاعها زي الشاطرة تاني، وبتلاقي المديرة مسلمها الشغل تخلصه وبيكون كتير جدا. وفجأة بيجي سونغ عندهم، فبتنزل يوجين تحت الترابيزة، ولكن المديرة بتزعق لها فبتطلع بسرعة وبتاخد الشغل وبتجري على الحمام. وفي موظف زميلها اسمه كيم بياخد باله من تصرفاتها الغريبة، وبتروح يوجين تبعت لصاحبتها رسالة وبتعرفها انها خايفة ومش عارفة تهرب منه ازاي، وكل شوية يطلع لها زي القضا المستعجل في كل مكان. فبتعرفها صاحبتها انها تخليها على طبيعتها، وانه اصلا كده كده مش هياخد باله منها ولا حتى هيعرفها، واكيد مش هيسيب شغله يعني ويركز معاها. فبتقتنع يوجين بكلامها وبتطلع وهي واثقة في نفسها جدا ومفيش اي حاجة، ولكن اول ما بتلاقيه في وشها بتطلع تجري من قدامه وبتروح تركب الاسانسير، ولكن سبحان الله بيكون سونغ في نفس الاسانسير. وهنا يوجين بتتمنى ان الارض تتشق وتبلعها وبتحاول انها تخرج، ولكن بتحصل الكارثة الاكبر وهي ان الاسانسير بيتعطل بيهم وبتبقى حالتها مش طبيعية، لدرجة ان سونغ بيبقى مش فاهم مالها وبيمسك ايدها وبيحاول يهديها لا يكون عندها فوبيا من الاسانسير ولا حاجة. ولكن يوجين بتتوتر اكتر خصوصا لما قرأ اسمها وبتترمي على الارض وبتقول خلاص انا مستقبلي ضاع. فبيحاول سونغ يهديها وبيشغل ليها اغنية معينة تهدي من اعصابها، وساعتها بتفتكر يوجين لما كانت بتشغل نفس الاغنية لسونغ وهو صغير علشان يبقى احسن. والاسانسير بيرجع يشتغل من تاني وكل واحد بيروح على شغله. فبيروحوا مكان التصوير لعرضات الازياء وبيكونوا حلوين جدا، ويوجين بتبقى مساعدة ليهم. وهنا بتاخد بالها المديرة منها ومن شكلها الغريب، وده لان معروف يعني ان شغل المجلة ده لازم البنات يبقوا شكلهم حلو، ولانها ما كانتش مركزة معاها في الاول وما كانتش تعرفها، ولكن زمايلها بيعرفوا المديرة ان دي تبقى الموظفة الجديدة. فبتبدأ المديرة المغرورة تتريق على شعر يوجين المجعد وكمان على شكلها ولبسها القديم، وبتخلي شكلها وحش قدام كل الموجودين. وسونغ بيبقى سامع الكلام ولكنه مش بيتكلم، وبتخرج يوجين وهي حزينة جدا لحد ما بتجيلها صاحبتها علشان تاخدها وتطمن عليها. ومن الناحية التانية بنشوف سونغ وهو بيفتكر في يوجين لما الدنيا كانت بتمطر جامد وكانوا بيجروا مع بعض في الشارع تحت المطر، لحد ما بيلاحظ سونغ تحول شعر يوجين. فبتعرفوا يوجين ساعتها ان شعرها الحقيقي يبقى مجعد مش ناعم زي ما هو شايفه، وان دي الصفة الوحيدة الوحشة اللي فيها، وبتطلب منه ان يكون سر ما بينهم. ولما بيفوق سونغ من ذكرياته بيبعت رسالة ليوجين وبيعرفها ان اول ما شاف المطر افتكرها على طول، لانه عارف انها بتكره المطر بسبب انه بيبين شعرها الحقيقي، وبيعرفها انه مفتقدها جدا ونفسه يشوفها.
يشوفها. وفي الوقت ده يوجين بتشوف الرسالة بتاعته وبتبقى مش عارفة تعمل ايه، وبتفكر انها تستقيل من شغلها، ولكن صاحبتها بتديلها صورة ليها لما كانت في انجلترا فعلا وتبعتها ليه، وبكده مش هيشك في اي حاجة وتروح شغلها براحتها، وكده كده مش هيعرفها، وبتطمنها انها تروح من غير اي خوف. وتاني يوم بتروح يوجين الشغل، وبيكون سونغ عامل اجتماع مهم للموظفين عنده، وبتكون يوجين حاضرة الاجتماع بعد ما امرتها المديرة انها تروح. وبيسأل سونغ الموظفين اذا كان عندهم اي افكار للمجلة، والكل بيتنافس ما عدا يوجين اللي بتكون قاعدة سرحانة وبتحاول ما تبينش نفسها، لحد ما سونغ بيسألها اذا كان عندها افكار للمجلة جديدة، فبتتوتر يوجين وبتتهته في الكلام وبتعرفه انها ما تعرفش اي حاجة. فساعتها سونغ بيتعصب عليها وبيعرفها انها انسانة فاشلة وملهاش لازمة في الاجتماع، وبيطردها بره وبيكمل من غيرها. ولما بيخلص الاجتماع بيشوف الصورة اللي هاري بعتتها على اساس انها يوجين، وبيبقى مبسوط انه شافها وما يعرفش اصلا انها صاحبتها وبتخدعه. وبيقابل يوجين تاني مرة لما بيخبطوا في بعض بره الشركة، وبيبدأ يتعامل مع يوجين وحش وبيسيبها وبيمشي. فبتجري وراه يوجين وبتسأله ليه بيعملها المعاملة دي، فبيعرفها سونغ انها غير مؤهلة للشغل زي ده غير ان كلامها طفولي ومش بتتكلم كلمتين على بعض، وان اللي بيتعامل معاها يفكر ان هي عندها اعاقة ذهنية. وبيعرفها انه هيديها فرصة اخيرة، ولو ما اجتهدتش في شغلها وركزت هيطردها من الشغل خالص، وانه سايبها بس علشان اسمها، لانه على اسم واحدة عزيزة على قلبه، وطبعا كلنا عارفين هي مين، وهي تبقى هي اصلا. وبيعرفها ان الشخصية دي تبقى شخصية ناجحة في حياتها مش زيها فاشلة، وبيسيبها وبيمشي. فبتروح يوجين للحمام كالعادة وبتفضل تعيط بسبب كلامه، بس ده بيفوقها وبتقرر انها تفضل بالعند فيه. ولما بترجع للمكتب بتاعها بتلاقي رئيسة التحرير داخلة وبتتكلم كل الحاضرين انها تعمل حفلة قريب وعزماهم كلهم. فبيتعصب عليها سونغ وبيقول لها ان مفيش حفلة تتعمل، خصوصا ان في سبب هي عارفاه كويس، والسبب ده بيكون ان المجلة المفروض انها تقف اصدارها في كوريا خلال 3 شهور، وان هو دوره ان هو يشتغل كويس في المجلة ويبذلوا مجهود كبير، وساعتها هيبقى في امل انها ما تتوقفش، وانهم لازم يحلوا الموقف خلال ال3 شهور دول. اما بقى لو فشل فساعتها هيفقد وظيفته والمجلة هتتقفل، ده غير ان كل الموظفين هيوقفوا الشغل وحياتهم هتتدمر. وفي نفس الوقت بنشوف يوجين وهي قاعدة مع زمايلها في الشغل، وزمايلها بيتكلموا على سونغ ومعاملته معاهم، فبتتعصب يوجين جدا وبتقوم وبتعرفهم ان هو بيستغل وسامته، ولكن هو في الحقيقة انسان مغرور ومتكبر، وبتبقى مش طايقاه على الاخر. وفي الوقت ده لحظها الاسود بيكون سونغ واقف وراها وبيسمعها، وبتتحرج يوجين جدا. وبعدها بيطلع سونغ بالعربية وهو في طريقه بيلمح هاري قدامه، فبينزل بسرعة وبيشدها من ايدها وبيسألها هي رجعت كوريا امتى، مش المفروض مسافرة. فبتتوتر هاري جدا وبتبقى مش عارفة تفكر في كذبة ايه، ولكن بترد عليه وبتقوله ان بعد ما سافرت جالها عرض حلو جدا في البلد فرجعت من تاني. فالسونغ بيصدقها عادي ومش بيشك فيها، وبيبقى مبسوط لان شغله يبقى قريب من شغلها جدا، وساعتها هيشوفها كل يوم. وبتحاول تتصل بيوجين علشان تنقذها من الموقف ده، وكمان علشان تعرفها ان سونغ شافها، ولكن اللي بيرد عليها كام زميلها في الشغل. فبتقفل هاري وبتستناها ترجع، ولما يوجين بتروح هاري بتقول لها انها عايزاها ضروري، وبتقول لها انها حاولت توصل لها ومعرفتش. وقبل ما تحكي لها اي حاجه بتتكلم يوجين الاول وبتقول لها على كلام سونغ ليها في الشغل، وانها متضايقه منه جدا، علشان كده قررت انها تفضل في الشغل وعمرها ما هتقدم استقالتها لحد ما تثبت عكس كلامه. فهاري بتقرر انها ما تحكيش ليها حاجه علشان ما تتوترش بما انها تفضل في الشغل. ولما بتسالها يوجين انت كنت عايزاني في ايه، بتتوه هاري وما بتحكيش اي حاجه. والتاني يوم في الشغل مديره يوجين بتأمرها انها تحضر الاجتماع مع سونغ لتاني مره، ولكن المره دي بتحاول يوجين على قد ما تقدر انها تركز في الاجتماع، وبيكونوا كلهم بيتكلموا عن ماركات معروفه جدا وعالميه وبيقولوا كلام صعب، وبتبقى يوجين مش فاهمه اي حاجه في المجال ده ولا عارفه هما بيتكلموا في ايه اصلا، كانهم بيتكلموا بلغه تانية. وبعد ما الاجتماع بيخلص وبتروح مكتب سونغ بعد ما طلب منها التقرير اللي هي كتبته في الاجتماع، ولكن للاسف ما بيفهمش منها ولا كلمه. وساعتها بيتعصب عليها لتاني مره وبيعرفها انها لو ما اجتهدتش في شغلها يطردها، وان ما بيشتغلش معاه غير المحترفين بس. فبترد عليه يوجين وبتعرفه انها لسه منقوله جديد للقسم بتاعه وبتتعلم. ولما بتخرج على شغلها بيلاحظ سونغ انها بتتهان من كل الموجودين، وانها
إنها بتبذل مجهود علشان تراضي كل شخص موجود حواليها، وساعتها بيتضايق علشانها جدا. فبتروح يوجين لمديرها القديم وبتترجاه ان هو يرجعها القسم بتاعها القديم، وبتقول انت كنت بتقولي ان انا شاطرة وانها مستعدة تشتغل عدد ساعات اكتر وتفضل هنا، ولكن المدير بيرفض وبيرجعها للقسم الجديد بتاعها من تاني. وفي اخر اليوم لما يوجين بتروح بتقعد مع هاري وتبدأ تحكي لها على كل اللي بيحصل معاها، فبتنصحها هاري وبتقول لها انها لازم تذاكر وتهتم بالموضة والازياء وتعرف كل حاجة عن الماركات العالمية وتذاكر كل حاجة تخص مجالها. وفعلا يوجين بتعمل كده وبتفضل تذاكر طول الليل، وبتروح تاني يوم الشغل وبتبدأ تساعد كل الموجودين وهي مبسوطة. ولما بتحضر الاجتماع وبتروح على مكتب سونغ بتقدم له التقرير بتاعها، وبيكون مرتب جدا واحسن من اللي قبله بمراحل. وساعتها ما بيقدرش سونغ انه يفتح بقه معاها، وبعدها بيطلب كيم من يوجين انها تعزمه على العشاء بعد ما كسب في الرهان اللي هم كانوا عاملينه. وفي نفس الوقت بتروح هاري تزور باباها بمناسبة ان اليوم ده عيد ميلاده، وباباها ده يبقى غني جدا، ولكن هاري قررت انها تعيش لوحدها، وبيبقى واضح ان مرات باباها السبب. وفي نص القعدة بتتخانق هاري مع مرات باباها كالعادة، فبيقوم باباها بيضربها بالقلم وبيطلب منها تعتذر لمراته حالا. فبتخرج هاري من البيت وبتفضل تعيط على حظها. وفي الوقت ده بيتصل عليها سونغ وبيتفقوا انهم يتقابلوا في مكان، ولكن هاري بتوصل قبله وبتفضل تشرب كتير جدا لحد ما بتكونش في وعيها. وفي نفس الوقت يوجين بتتصل عليها وهاري ما بتردش، ولكن الجرسون بيرد عليها وبيعرفها بالمكان. فيوجين بتعرفه انها تيجي تاخدها حالا، ولكن بعدها بيوصل سونغ وبيشوف هاري وهي بتتخانق مع واحد بيضايقها، وساعتها سونغ بيتدخل وبياخد حقها من الشخص اللي ضايقها وخدها من المكان. وهم لسه خارجين بتوصل يوجين وبتسأل على هاري ولكن مش بتلاقيها موجودة. وفي يوم من الايام بتشوف يوجين وهو قاعد مع اختها الصغيرة في الكافيه وبتتخض جدا، وبنعرف ان سونغ عارف اخت يوجين دي ده لانها تشبه يوجين جدا وهي صغيرة. فبتتصل يوجين بسونغ وبتعرفه ان مديرة التحرير عايزاه ضروري ولازم يروح دلوقتي حالا. فبيمشي سونغ وبتروح يوجين على اختها وبتطمن انها ما قالتش حاجة لسونغ. ولما بترجع للشغل بيعرف سونغ ان المديرة مش عايزاه ولا حاجة، فبتعتذر يوجين وبتعرفه انها فهمت غلط. ولما بتروح يوجين للبيت بتفتكر كلام المدير على شعرها، فبتقرر انها تهتم بيه وتهتم بشكلها شوية. ولكن اول ما بيشوفها سونغ بيتريق على شكلها، وفي الاخر بيطلب من الموظفين ان حد فيهم يجي معاه يوصله للمطار لان في شخص مهم جدا هيتقاعد معاه في المجلة ولازم يلحقوه قبل ما يسافر. وساعتها كل الموظفين بتبقى مش عايزة تروح، ولكن كيم بيعمل مقلب في يوجين وبيخليها ترفع ايديها هي. وساعتها بيتفاجئ سونغ ان هي اللي هتوصله، وبتحاول يوجين طول الطريق انها تفتح معاه كلام ومواضيع علشان تقرب منه، ولكن سونغ ما بيكونش مهتم بيها وبيعملها وحش. ولما بتسأله انهي مطار هيروحوه ساعتها ما بيكونش واخد باله فما بيردش عليها، وبيتصدم في الاخر لما بيلاقيها ماشية في الطريق الغلط، وحتى بيكونوا مش عارفين يرجعوا لان الطريق كله بيكون زحمة، وبكده مش هيلحقوا الاجتماع والمفروض ان الاجتماع ده مهم جدا. وبتحاول يوجين انها تتصرف لحد ما بتجيلها فكرة وبتنزل وبتروح عند واحد راكب موتوسيكل وبتديله فلوس وبتروح وبتقنع سونغ ان هو يروح بالموتوسيكل علشان يلحق الراجل قبل ما يسافر، وهي هتيجي وراه بالعربية وبتنجح فعلا انها تقنعه. وبالفعل بيروح، وهي اول ما بتوصل بتفرح جدا انه لحق الاجتماع وان الصفقة تمت على خير. ولكن سونغ بيبدأ يعملها وحش وبيرفض انها تركب معاه العربية عقابا ليها، وبيقول لها ان هي انسانة مستهترة وبيخليها ترجع على المجلة لوحدها وبيسيبها وبيمشي. وفي اخر اليوم يوجين وهي خارجة من المجلة بتلاقي الدنيا بتمطر جامد وبتستخدم الشمسية اللي معاها، وبيلاحظ سونغ ان دي نفس الشمسية اللي جابها هدية لهاري، ولكن ما بيهتمش وبيمشي وبيسيبها. وبعدها بتروح يوجين في مكان وبتبدأ تشرب كتير جدا علشان تنسى اللي حصل لها من اول اليوم. بعد كده بنشوف هاري مع سونغ وهما بيلعبوا تنس، وبتبدأ هاري تتكلم معاه عن حياته وعن فقدانه لأمه لأنها كمان فقدت أمها وكانت متضايقة لأنها اتخانقت مع باباها. ولما بيخلصوا الكلام بتفكر هاري إنها تحكي لسونغ على الحقيقة وتعرفه إنها مش يوجين، ولكن بتغير رأيها خصوصا لما طلب منها إنهم يخرجوا يتعشوا مع بعض في يوم تاني. وبنروح عند يوجين اللي بتكون مش واعياها خالص وبيكون معاها كيم وبيشرب معاها هو كمان. وفجأة بتتصل يوجين على سونغ وبتقوله انت هتتصدم لما تعرف انا مين، وبتبدأ تهزق فيه شوية حلوين. ولكن كيم بياخد منها التليفون قبل ما تروح في 60 داهية وبيرفض
مروحة البيت، وتاني يوم بتفتكر يوجين كل كلمة قالتها لسونغ وبتبقى مصدومة ومحرجة جدا. ولما بتروح الشغل وبتقابل كيم بيعرفها انه اخد منها التليفون قبل ما تلبخ الدنيا اكتر من كده. فبتروح يوجين على مكتب سونغ وبتعتذر له على كلامها، فبيعرفها سونغ انه سامحها لانها ما كانتش في وعيها بس مش اكتر، وكان بيتعامل كأن مفيش اي حاجة حصلت. وبعدها بنشوف سونغ وباقي الموظفين في حفلة تبع مديرة التحرير، وبتفضل تقنع سونغ انه يشرب. وفجأة يوجين بتشوف سونغ فاقد وعيه من كتر الشرب، فبيشيلوا كيم على بيته هو ويوجين. ولما بيرجعوا بتزعق يوجين في كيم لانه دايما بيحطها في مواقف محرجة، وبتبقى متضايقة منه جدا وبتطلب منه يبطل يستظرف معاها. فبيعرفها كيم انه بيعمل كده لانها شبه اخته الصغيرة اللي ماتت، وعشان كده هو حابب يقرب منها. فبتتأثر يوجين بكلامه، وفجأة بتفتكر انها نسيت موبايلها عند سونغ في بيته، وبيكون عليه صور كتير جدا لهاري صاحبتها. فبترجع جري وبتحاول تفتح الباب، وفعلا بتنجح انها تدخل وبتاخد موبايلها بهدوء لحد ما بتشوف برواز معمول من البازل اللي كانوا بيلعبوا بيه وهم صغيرين، وبيكون ناقصه قطعة من البازل، وده لان القطعة دي تبقى معاها لان سونغ اداها لها هدية. ولسه بتلمس البرواز بيقع منها وبيتكسر، وساعتها بيصحى سونغ وبيشوفها وبيتعصب عليها وبيطردها من البيت. وفي نفس الوقت بنشوف هاري وهي في شغلها وبتشوف شخص هدومه متبهدلة وبتفكره متسول دخل الفندق، لكنه بيطلع كيم وبتعرف انه عميل هنا في الفندق، فبتحاول تعتذر له على سوء التفاهم اللي حصل. وبعدها بتروح هاري مع يوجين عند بيت اهلها لانهم بيكونوا عازمين يوجين وهاري معاها علشان يتعاشوا سوا. وهاري وقتها بتكون مبسوطة جدا وبتحسدهم على لمتهم وحبهم لبعض بالرغم انهم عيلة بسيطة مش اغنياء زي عيلتها. وبتروح يوجين تدور في حاجتها القديمة لحد ما بتلاقي قطعة البازل اللي كانت واخداها هدية من سونغ، وبتفرح لما بتشوفها جدا. وبعدها وهي في طريقها للسكن بتجيلها مكالمة من مديرة الشركة وهي بتطلب منها ورق مهم تجيبه من مكتب سونغ. فبتروح يوجين للمكتب وبتفضل تدور عليه لحد ما بتحس ان سونغ داخل عليها، فبتستخبى بسرعة في الدولاب. وفي الوقت ده بتسمع مكالمة سرية لسونغ وهو بيحكي مع شخص ما عن المجلة وان في احتمالية كبيرة انها تتقفل. وبتتصدم يوجين طبعا من الكلام، ولما سونغ بيفتح الدولاب وبيشوفها بيتعصب وبيقول لها اديني مبرر واحد يخليكي تيجي هنا مكتبي وتتصنطي عليا. فساعتها بتحاول يوجين تفهمه ان في سوء تفاهم وانها كانت جاية علشان تاخد ورق لمديرة الشركة بس. فبيأمرها سونغ ان هي ما تجيبش سيرة لحد عن اللي سمعته، ولو عرف ان حد عرف بالمكالمة دي ساعتها هيطردها وبيخرجها بره المكتب. ولكن وهي خارجة بتقع منها البازل من غير ما تاخد بالها. وتاني يوم لما بتروح يوجين الشغل بتكتشف ان البازل مش معاها وبتترعب وبتفضل تدور عليها في كل مكان في الشركة لحد ما بتشوفها وبتبقى لسه هتروح تاخدها. بيجي الحاج سونغ وبياخدها في رجليه، وهنا الرعب بيسيطر على يوجين وبتبقى مستعدة تعمل اي حاجة بس علشان تاخد البازل. فبتروح لسونغ في مكتبه وبتطلب منه يديلها الجزمة بتاعته علشان يتنضفها. فبيستغرب سونغ من تصرفاتها وبيسيبها وبيمشي. واثناء ما هو ماشي كده بتقع البازل وبيكون لسه هيشوفها بيظهر كيم وبيحاول يلهيه وبياخد هو البازل. ولما بيروح يقابل يوجين بيديلها البازل بتاعتها، فبتشكره يوجين وفي نفس الوقت بتبقى مصدومة لانه عارف قصتها مع سونغ. فبيعرفها كيم انها حكت له القصة وهما بيشربوا اخر مرة سوا، وبعدها بيسألها عن السبب اللي مخليها مش عايزة تعرف سونغ انها صديقة طفولته. فبتعرفه يوجين انها وهي صغيرة كانت بنت ذكية وجميلة جدا، ولكن دلوقتي ولا ذكية ولا حتى جميلة ومش عايزة تبوظ الصورة اللي سونغ راسمها ليها في خياله. فبيعرفها كيم انها لسه جميلة ومفيش حاجة اتغيرت فيها. فبتشكره يوجين على مجاملته ليها وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وقتها سونغ بيكون خلص شغله وهو ماشي وبيشوفهم مع بعض، وفي نفس الوقت بيقرب كيم من هاري جدا، وده بسبب انهم بيشوفوا بعض كل يوم في الفندق. وفي يوم بتطلب هاري من كيم انه يروح معاها في مكان ويعمل نفسه خطيبها. وبعدها بنشوف يوجين في شغلها وهي بتنظف مكتب زميلتها، وساعتها بيشوفها سونغ وبيتضايق منها جدا بسبب انها بتعمل كل حاجة حتى لو كانت مش تخصصها، وبيلاقي ايديها مجروحة فبياخدها وبيعالجها وبيطلب منها انها تهتم بنفسها شوية. وفي اخر اليوم بيكون سونغ في طريقه للبيت وبيكون في مطرة شديدة جدا، وكمان بيلاقي حادثة في الطريق وفجأة بتجيله ضيق التنفس بسبب انه افتكر حادثة اهله لما كان صغير. وبيكون في نفس الوقت ده يوجين مروحة في الباص وبتشوفه وهو
وهو مرمي في الشارع، فبتنزل جري وبتحميه من المطر وبتطمنه انها جنبه. فبيفتكر سونغ وهو صغير لما كانت يوجين بتعمل معاه نفس الحاجة لما كان بيتعرض للأزمة دي، وبتكون داخلة عليهم عربية وكانت هتدوسهم لأنهم في نص الطريق، ولكن يوجين بتاخده بسرعة وبتروحوا على البيت. وفي نفس الوقت بتكون هاري مستنية سونغ لأنهم بيكونوا متفقين انهم هيتقابلوا، وبيكون معاها كيم علشان يمثل انه خاطبها، وساعتها سونغ يسيبها، ولكن بتعرف انه تعبان جدا في البيت فبتروح له علشان تهتم بيه. وفي نفس الوقت برضو يوجين بتكلم كيم وبتطلب منه انه يروح يعالج سونغ لانه تعبان جدا. واول ما بيوصل كيم بتكون هاري نزلت، وبيفضل كيم مع سونغ وبيعمل له كمادات علشان السخونيه، وكمان بياكله وبيفضل معاه طول الليل. وتاني يوم لما بيروح سونغ المجله بيقابل يوجين وبيبدا يعملها احسن بكتير من الاول، وده بعد اللي عملته معاه. وكمان لما بيعرف انها تعبانه بيروح يجيب لها علاج ويهتم بيها. وفي نص اليوم بيروح يقابل هاري وبتكون الدنيا بتمطر جدا، وبيلاحظ سونغ ان هاري كانت مستمتعه بالمطر جدا، وده عكس شخصيتها بتاعت زمان. وبيبدا يفكر في تصرفات يوجين اللي بتكون نفس تصرفات يوجين حبيبته. اما هاري بيلاحظ تغيير كبير في شخصيتها ولكنه بيكذب نفسه. وبعدها بتشوف هاري وهي قاعده مع كيم وبتبدا تحكي له انها بقت معجبه بشخص ما ينفعش انها تعجب بيه ولازم تمنع نفسها باي طريقه، ولكن كيم بيقول لها ما دام الشخص ده مش متجوز يبقى انت في امان، فما فيش مشكله انك تحبيه. وتاني يوم وهي هاري بتجهز نفسها في السكن بتلاقي قطعه البازل بتاعت يوجين، فبتاخدها من وراها وبتروح تديها لسونغ، وساعتها بيتاكد انها يوجين حبيبته. ولما بتسيبه بتروح الحمام بتلاقي مرات ابوها هناك وبتعرفها انها سمعت الشخص اللي معاها وبينادي عليها باسم يوجين مش هاري، وبتهددها انها تروح تحكي له انها منتحله شخصيه بنت تانية. فبتترجاها هاري انها ما تعملش كده. ولما بترجع على الترابيزه بتبقى خايفه جدا وبتطلب من سونغ انهم يمشوا من المكان. وتاني يوم بتروح يوجين الشغل وبتعرفها المديره ان تم اختيارها انها تروح رحله عمل مع نائب المدير سونغ. فبتطلع يوجين وبتعرف سونغ انها تيجي معاه الرحله بناء على طلب المديره. وهم في الطريق بينزلوا يدخلوا مطعم وبياكلوا مع بعض، ولما بيخلصوا بيكتشف سونغ انه نسي محفظته في المجله. فبتطمنه يوجين وبتعرفه انها هتحاسب هي، ولكن بتطلع مفلسه ومش معاها فلوس تكمل ربع ثقتها في نفسها يا رب. وبيحاولوا يتواصلوا مع حد من المجله علشان يحولوا ليهم فلوس، ولكن بيفتكروا ان دي مكالمه نصب ومحدش بيرد. وساعتها بتأمرهم صاحبه المطعم انهم مش هيمشوا غير لما يدفعوا الثمن، وبتاخد هدومهم وبتلبسهم هدوم قديمه وبتعرفهم انهم ينضفوا الحظيره دي كلها، وفعلا بيعملوا كده. ولما بيخلصوا بتعرفهم ان كده الحساب وصل، وبيمشوا من المكان وبينزلوا الاتنين عند البحر. وسونغ بيكلم هاري وبيعرفها انه في رحله عمل وبيطمنها عليه. وبعدها على طول يوجين بتكلم هاري برضه وبتعرفها هي كمان انها مع سونغ في رحله عمل، وبتقول لها انها مبسوطه جدا لانهم مع بعض لاول مره لوحدهم. وساعتها بيبان على هاري انها متضايقه وبدات تغير على سونغ من يوجين. وبعدها بيبداوا يتكلموا مع بعض ويشاركوا افكارهم مع بعض، وبينبهر سونغ من يوجين وبيبقى مرتاح وهو جنبها جدا كانه يعرفها من زمان، وبيبقى مستغرب من مشاعره دي. وبيبدا يحكي لها على حبيبته يوجين اللي تبقى على اسمها وبيقول عليها كلام جميل جدا. ويوجين بتفرح من جواها من الكلام ده وبتبقى متضايقه انها جنبه مش قادره تقوله انها هي. وكل يوم بيعدي عليهم بيقربوا فيه اكتر، وبتحس يوجين ان سونغ ما اتغيرش ولسه زي ما هو بنفس الشخصيه، وارتاحت لدرجه انها قررت انها تقوله الحقيقه. ولكن قبل ما تتكلم بيظهر كيم وبيقطع عليهم الكلام وبتتضايق يوجين جدا. وتاني يوم في الشغل بيحس كيم ان سونغ اتغير مع يوجين وقرب منها، وساعتها سونغ بيتضايق لانه بيبقى معجب بيها. وبعدها بيخرج كيم مع يوجين وبيعرف من انها ناويه تحكي كل حاجه لسونغ قريب، فبيتضايق كيم جدا. ولما بيمشوا سوا بتلاحظ يوجين صوره الكلبه شكلها جميل في محفظه كيم، فبيعرفها ان دي اخته الصغيره اللي ماتت. فبتجيلها لحظه ادراك ان طول الوقت ده بيشبهها بالكلبه بتاعته، فبتتعصب عليه جدا. ولكن كيم بيحاول يهديها وبيعرفها انه معجب بيها. فبتفكر يوجين ان ده مقلب من ضمن مقالبه يعني، وهو من امتى بيقول كلمه جد
ومش بتصدقه، بيفضلوا طول الطريق بيحاول يقنعها انه معجب بيها بجد. وفي اللحظة دي بتكون هاري وسونغ ماشيين من نفس الطريق، وبيشوفهم كيم بيعرف خيانة هاري لصاحبتها، وبيخلي يوجين ما تبصش عليهم وبياخدها من طريق تاني، وبيبقى لسه هيحكي لها على صاحبتها وخيانتها ليها. ولكن لما بيسمعها وهي بتقوله ان هاري دي تبقى صاحبتها الوحيدة وتعتبر اختها وانها بتحبها جدا، فما بيرضاش يكسرها ومش بيحكي لها على اي حاجة. ولما بتروح يوجين وبتشوف هاري وهي جاية مع شاب موصلها، بتفكر انها ارتبطت بحد وبتبقى مبسوطة عشانها جدا وبتتمنى لها السعادة. وطبعا ما تعرفش ان الحد ده يبقى هو نفسه سونغ، وهاري بتخرج معاه من وراها. وتاني يوم بتدخل يوجين على هاري، وبتكون في الوقت ده بتتكلم مع سونغ، فبتتوتر وبتقفل في وشه وبتبقى متضايقة من جواها جدا انها بتخون صاحبتها بالشكل ده. واخر اليوم بتكون هاري مستنية سونغ قدام السينما، ولكن سونغ وهو في الطريق بيخبط في واحد، وده بسبب انه سرح في يوجين اول ما شافها مع كيم. ولما بيوصل لهاري بيعتذر لها على التأخير، ولما بيدخلوا السينما ما بيكونش مركز معاها اصلا، وكل تفكيره في يوجين اللي كل تصرفاتها بتأكد له انها صاحبته بتاعت زمان، او هي شخصيتها قريبة منها قوي، فبدأ يفكر فيها جامد. ومن ناحية تانية بيروح كيم لهاري وبيعرفها انه عارف حقيقتها وخيانتها لصاحبتها مع الشخص اللي هي بتحبه، وبيهددها انه لازم تصلح اللي عملته وتحكي لسونغ على كل حاجة، وده في مصلحتها لان كده كده يوجين ناوية تحكي له قريب جدا. وفي نفس الوقت بيكون سونغ في جلسة تصوير وبيكتشف ان الفستان بتاع العرض مقطوع، ولما بيعرف ان يوجين كانت مسؤولة عن الفساتين بيفضل يزعق لها على اهمالها وانها كده بوظت الشغل كله وبيطردها من الشغل. فبتحزن يوجين جدا وبتخرج وبتفضل تعيط على كلامه وبسبب انه اهانها قدام الكل. وفي نفس الوقت بيجي مكالمة لسونغ وبيعرف فيها ان الموديل الجديدة وهي بتقيس الفستان قطعته، وعرف انه ظلم يوجين. وتاني يوم سونغ بيبقى في اجتماع وبيطلب منهم انه يشاركوا افكارهم، فبيرفع كيم ايده وبيبدأ يتكلم عن فكرة مشروع جميلة جدا وبتعجب سونغ. ولما بيروح كيم عند سونغ بيعرفوا ان الفكرة دي مش بتاعته وانها كانت فكرة يوجين وكانت ناوية تقولها في الاجتماع. فبيروح سونغ يقابل يوجين وبيعتذر لها على الكلام اللي قاله وبيطلب منها انها ترجع الشغل تاني، ولكن يوجين بترفض وبتعرفه انها مش عايزة تشتغل معاه تاني وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتحس بندم انها رفضت ترجع الشغل، خصوصا بعد ما والدها كلمها وطلب منها فلوس، وبتبقى محرجة تبعت لسونغ انها غيرت رأيها وعايزة ترجع. ولكن فجأة بتلاقي رسالة من سونغ وبيطلب منها لتاني مرة ترجع الشغل، فبتفرح يوجين جدا انها جت منه. وتاني يوم بترجع شغلها، ولكن بتكون عكس يوجين القديمة نهائي، والكل بيتصدم منها ومن شكلها الجديد بعد ما بقت مهتمية اكتر بنفسها وبشكلها، وحتى كلامها وافكارها في الشغل بقت جميلة، والكل كان مرحب بيها وبعودتها للمكان مرة تانية. وبيبص لها سونغ نظرات اعجاب طول ما هو قاعد، واهتمامه بيوجين بيزيد، وفي نفس الوقت اهتمامه بهاري بيقل. وفي نفس الوقت هاري بتحاول انها تبعد وتلغي اي ميعاد يتفقوا عليه، لحد ما في يوم بتتعب هاري وبيغمى عليها، وساعتها بيشوفها كيم بالصدفة وبياخدها على المستشفى، وبيعرف من الدكتور ان ده ارهاق من قلة الاكل والنوم. ولما بتفوق هاري بتعرف كيم انها مش بتخون صاحبتها زي ما هو فاكر، انما وقعت في حب سونغ غصب عنها. ولما بترجع البيت بتبدأ يوجين تهتم بيها وبتفضل جنبها. وتاني يوم بتكون يوجين في حفلة تبع المجلة، وبيكون ساعتها سونغ اتأخر وبيبقى فيه مطر شديد جدا، فبتخاف ساعتها يوجين لا يكون سونغ افتكر حادثة اهله وتعب في الطريق، وبتبقى قلقانة عليه جدا لحد ما فعلا بيوصل وبيحصل زي ما هي قالت، وبيكون قاعد حزين. وسونغ بيعتذر للحاضرين على التأخير، وفي نفس الوقت بيكون كيم قاعد مع هاري وبيحاول يخفف عنها حزنها ويخرجها في اخر اليوم. وبتقرر هاري تبعت رسالة لسونغ انها عايزة تقابله وبتبقى ناوية تقوله على الحقيقة. ومن الناحية التانية بنشوف يوجين وهي راكبة عربية زميلتها في الشغل، لما زميلتها بتعرف بتقلق عليها وبتعرفه من العربية بتاعتها بتبقى عطلانة، وفعلا العربية بتعطل من يوجين وبتعمل حادثة. وبيكون في الوقت ده كيم رايح علشان يلحقها، وسونغ هو كمان رايح بعربيته وبيبقى مرعوب عليها. واول ما بيوصل وبيشوفها بياخدها في حضنه وبيبقى مبسوط انها مجرالهاش حاجة، وبيروح علشان يوصلها البيت. ولكن بتغير يوجين رأيها لما بتتأكد من مشاعرها وبتقرر تروح وراه وتعترف له بالحقيقة. وبتستغرب لما بتلاقيه وصل على الفندق اللي شغالة فيه هاري، وبتتصدم لما بتشوفهم سوا وبتبقى مش مصدقة ان صاحبة عمرها بتخدعها بالشكل
بالشكل ده، وسابت المكان ومشيت، وبتروح تقابل كيم وبتحكي له على اللي شافته وهي بتعيط، فبيأكد لها كيم ان سونغ بيحبها زي ما هي بتحبه. وبعدها بيروح ويقابل هاري وبيعرفها ان يوجين شافتها مع سونغ ومستنياها تروح وتعترف لها من نفسها. فبتروح هاري على البيت وبتتكلم مع يوجين وبتشكرها انها استنتها عشان تسمعها، وبتعرفها انها هتلم هدومها وهتسافر وهترجع كل حاجة لطبيعتها، وبتطلب منها انها تسامحها. وتاني يوم بتتصل هاري على سونغ علشان تقابله وتعترف له، وهاري ساعتها بتروح على الفندق، وسونغ فعلا بيروح على الفندق، وساعتها بيسمع مدير الفندق وهو بينادى على هاري باسمها، فبيعرف انها مش هي وانها كانت بتخدعه. فبتعرفه هاري انها صاحبة يوجين وان يوجين اللي طلبت منها كده، بس المفروض كنت اقابلك مرة واحدة، وبتعتذر له وبتعرفه على الحقيقة كاملة. وبعدها بيطلع سونغ جري على يوجين وبيقول لها انا اسف لانك كنت قدام عيني الفترة دي كلها وما قدرتش ان اعرف، بس بيعرفها انه حبها هي من اول ما شافها، وحبها اكتر في الفترة اللي قربوا فيها من بعض، وطول المدة دي وهو شايفها انها شبه حبيبته بتاعت زمان. وبتبقى يوجين خايفة تعترف له بحبها هي كمان لانها عارفة ان صاحبتها واقعة هي كمان في حبه. ولما بتروح صاحبتها بتعرفها انها تعرف تتخطى اللي حصل، وبتطلب منها انها ما تضيعش حب عمرها من ايديها وتعيش حياة سعيدة. ونفس الكلام بيقوله كيم لما بيعرف اللي حصل، لانه عارف ان يوجين مش هتحب غير سونغ، وساعتها بيتمنى لها حياة سعيدة بالرغم انه بيحبها، وبيعرفها انهم هيفضلوا صحاب، وبيحاول يضحك معاها تاني. وتاني يوم بيروح سونغ المجلة وهو مبسوط، وبيعامل كل الموظفين حلو، وبيستغربوا من التغير بتاعه المفاجئ. وفي اخر اليوم بيقابل سونغ هاري اللي بتعتذر له قبل ما بتسافر، وسونغ بيسامحها واتفقوا انهم هيفضلوا صحاب. ومع مرور الوقت الموظفين بيعرفوا بالصدفة ان المجلة هتتقفل قريب، وبيزعلوا من سونغ لان طول الوقت حاططهم في ضغط، وهو عارف انهم مش هيوصلوا لحاجة. وكل الموظفين بيمشوا من المجلة ما عدا يوجين وكيم، ولكن بيروح سونغ يعتذر للموظفين وبيرجعوا كلهم مرة تانية للشغل، وبيقرروا انهم هيحطوا ايديهم في ايد بعض علشان ينجحوا والمجلة ما تتقفلش. وساعتها بيفكروا انهم يتواصلوا مع مشاهير الناس بتحبها ويعملوا زي نظام دعاية ليهم، ولكن الخطة دي بتفشل ونسبة المبيعات بتكون قليلة جدا. وبعدها بتيجي رئيسة التحرير وبتعرف سونغ انه يجهز نفسه لانه هيسيب المجلة قريب، واللي هيمسكها هو ابن اختها، وبتبقى فرحانة فيه. وبعدها بفترة بتنفذ كلامها وفعلا بتقدم ابن اختها كنائب رئيس المجلة، واللي هو بيطلع نفسه كيم، وكان مختفي وسطهم طول المدة دي علشان يعرف نظام الشغل. وساعتها بيمشي سونغ من المجلة، ويوجين بتقدم استقالتها هي كمان معاه، وبتسيب المجلة وبتقرر انها تهتم بكتابة القصص الصغيرة، وده لان اصلا بيكون حلمها من وهي صغيرة. ولما بتقابل سونغ بيعرفها انه هيتجوزها، بس بيطلب منها انها تستناه سنة واحدة هيسافر نيويورك ويرجع لها تاني. وفعلا بيسافر، ولكن بيفضل على تواصل مع يوجين طول اليوم وبيشاركوا مع بعض كل حاجة. وفي يوم بيرجع سونغ وبيبقى عامل لها مفاجأة، وبتفرح ساعتها يوجين جدا، وبيروح سونغ لأهلها وبيطلب ايدها للجواز، وفعلا بيتجوزوا وبيخلفوا بنت تبقى الأصل من مامتها يوجين، وبيعيشوا هما الاتنين في سعادة للأبد. وبتنتهي الحكاية الجميلة على كده. كانت معاكم روما من قناة أفلام روما. سلام.